السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله دايما. شايفين المواعين انا غسلتها امبارح دي، ده انا اتهريت امبارح مواعين، تعبت يا ولاد، والله تعبت انا المواعين. وادي المواعين تاني، شفتوا الهن اللي انا فيه اهو. بصوا في دقيقة خلصت دولة ولميت دولة حطيتهم في الدولاب بتاع المواعين دول. رحت ايه انا اول حاجة صحيت الصبح تقريبا الساعة 11، فطرت الاولاد عملت لهم شاي وبسكوت، وجوزي صحي. احنا كده كده بنفطر بعد الجمعة، يعني بنشرب شاي كده الصبح، وفطارنا بيكون ايه بعد الجمعة، وبنتغدى كده بعد العصر، ده يوم الجمعة بس. المهم رحت انا وبغسل المواعين، اتصلت بحماتي بطمن عليها زي كل يوم، لقيتها قريبة علينا كده عند اختها قريبة. قلت لها بس تعالي، لا لازم تجي النهارده تفطري معانا يا تاخدي يوم الجمعة كده معانا مع بعض. جت وعملت فطار. عملت لهم ايه فطار، عملت لهم بس بطاطس مقلية، وهنعمل فول وهنعمل بيض، وتيجي نشوف هنعمل ايه مع بعض، والطريقة اللي انا هنعمل بيها الفطار بتاعتي. دلوقتي قطعت البطاطس، بس يكون بطاطس دي بطاطس قلية، نوعها حلو كده وبتقرمش وما بتشربش زيت وجميلة جدا. قطعت البطاطس صوابع زي ما شايفين. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، متنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دايما دايما احنا بنشتغل في المطبخ، نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين طبعا طاسة الزيت دي اللي بيوت مصر كلها فيها. طاسة الزيت دي حاولت انضفها كذا مرة ما عرفتش، لان هي استلس، فالاستلس صعب في تنظيفها الصراحة. المهم ربنا يكرم ونغيرها كده قريب. هي سنتين تاني تتباع آثار والله. المهم هنقلي البطاطس في زيت نظيف كده وجميل. خلي بالك من الزيت، يعني يا دوب تقلي فيه 3 مرات كده وما تكتريش يعني على كده، عشان بيغير مش بيبقى حلو. هات البطاطس وتوزعيها كويس، ودايما انت شغال في البطاطس تقلبي فيها عشان كلها يبقى زي بعضها. مش بطاطساية كده تبقى لون وبطاطساية تانية تبقى لون وبطاطساية ضايبة وبطاطساية لا قلبيها كده كويس. شوية بطاطس روعة الصراحة، انا بحبها كده، بحب البطاطس المقليه دي، يعني حاجه بالنسبه لي من الاساسيات. وبعدين ننزل بالحطه التانية بتاعه البطاطس، برضو كده تقعدي تقلبيها، توزعي كويس في الزيت. وفي الاثناء دي كانت حماتي وصلت وقاعده مع الاولاد برا، وكانت شايله ساره مني. صراحة أنا علاقتي أنا وحماتي كده كويسة الحمد لله، ربنا يبارك لنا فيها ويديها الصحة وطولة العمر إن شاء الله. بس كده وقف آخر حبة بطاطس، هنخلص من مول البطاطس اللي مطول معنا النهاردة ده. تمام. وفي الأثناء دي أنا كنت بعت بنتي الكبيرة راحت جنبينا كده، اشترت لنا شوية فول ومخلل كده، وهنعملهم مع بعض بطريقة حكاية. بصي هتعمل الفول ازاي. الفول عشان يبقى خفيف كده ومعاكي وحلو وما يبقاش حامي، هتجيبي فلفل ألوان أو فلفل أخضر بس، طماطم، تنزل عليهم بشوية الزيت وشوية ملح وكزبرة وكمون، بس ما تزوديش أكتر من كده. المهم تسيب الطماطم والفلفل على النار لحد لما يدبلوا معاكي كده ويستووا. عارفة اللي شوية الفول دي كان ناقصها شوية طحينة، تبقى كده روعة 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 روعة. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بس كده، هو انا رحت فين؟ رحت فين يا بيت؟ المهم اهد الفول معانا، بس عملت طبق السلطة، رحت عملت طبق السلطة، عشان كده انا عمود رحت فين، كنت ناسي طبق السلطة خالص. ده انا شوية سلطة كده عسل. ادي المعلقة الكزبرة والكمون اللي بطلق عليهم. تمام. ادي بصي اهو، جيتها نشفت شوية زودتها شوية مية. ادي الفول كده كانت جابتها مريم، ونزلت بيه فوق التتبيلة اللي احنا عملناها دي بتاعة الفول، طماطم وفلفل وكزبرة وكمون وملح. سيبيه كده ياخد لك كده غلوة كده على النار، ما تطوليش عليه، وتظبط الملح بتاعه وشوية فول
تاكلي صوابعك وراهم حرفيا، تسيبي اللي على الصينيه كلها وتمسكي في الفول تاكليه. بس كده هنعمل البيض ده بلدي، مش بتاع السوبر ماركت، لا بلدي. فراخ عندنا في البيت ومربينها تمام كده. هذا البيض بصي انا هنعمله بالطريقه دي. انتي ممكن يكون عامله حبه مسلوق، بيبقى حلو الصراحه مسلوق الصبح. بس هو ايه، انا كانوا طالبين مني نعملهم البيض بالشكل ده. تحمري كويس. طبعا البيض البلدي غني عن التعريف. ويا جماعه لو حابين نعملكم اي حاجه تكتبوها لي في التعليقات ان شاء الله، وانا في اقرب وقت هنعملها لكم من عيون الاتنين. بعد كده تنزلي بالبيض بس يستوى كده خلاص، تنزلي بيه في الطبق وعلى التقديم على طول. يلا على الصينيه، في ناس عايز تفطر هنا. يلا ادي البيض، في شويه مش بطماطم والفول بالخلطه، وادي بطاطس، وادي المخلل، خلل قلب احمر وجميل، كوبايه الميه المشبره دي الحكايه. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.